السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما التساؤلات اللي بتجيلي على الواتساب، أول سؤال: الحجر ده نوعه إيه؟ بيبقى مصور حجر وبعتهولي، الحجر ده نوعه إيه؟ تاني سؤال: له سعر؟ بيتكلم عن السعر. طب أنت عرفت نوعه، طب اسأل يعني النوع ده إيه فايدته؟ ايه الطاقة بتاعته؟ محدش بيسألني عن كده خالص. أول سؤال، أو نادرا يعني لما حد يسألني سؤال عن الطاقة، لازم يسألني عن السعر، وهو ليه قيمة ولا ملهوش قيمة. أكيد له قيمة، طالما حجر يبقى له قيمة. لكن قصة إنك أنت هتبقى غني أول ما تلاقي حجر، يعني مثلا أنا عايز أوريكم قد إيه على الواتساب أسئلة. يعني شوف التواصل كل يوم على الواتساب عامل إزاي. شوف أنا يعني بص، بالمئات كل يوم أسئلة، وهو نفس السؤال متكرر تقريبا عند كل الناس: له سعر ولا ملهوش سعر؟ عايز أول ما يلاقي حتة حجر مثلا زي ده حجر مرو. أول ما يلاقي حجر مرو زي ده يروح مصوره، وبعدين تبص تلاقيه عمال يحطه على الكشاف ويقول لي بص ده بيتخلله الضوء. طب ما عادي، ما في احجار كتير قوي بيتخللها الضوء. اول ما يلاقي قطعه مرو زي دي يقول لك ده بكام. اول ما انت تقول له ده نوعه مرو يقول لك ده بكام. طب ما هو ده القطعه اللي انت شايفها دي حضرتك هي ليها قيمه عندي. انا بجمعها لان انا بحب اعمل منها فصوص واعمل منها حاجات جميله جدا. انما انت لو حاولت تبيعها هتجيب لك كام يعني وهي خام كده؟ القطعة ممكن 10 جنيه او 20 جنيه يا جماعة عشان تبقوا عارفين. لكن كمل هوايتك، كمل الهواية للنهاية علشان تبقى فعلا تستفيد من هوايتك. يعني انت لقيت الحجر تقدر تاخده وتروح لحد في حارة الصالحية، في هناك حكاكين هيقطع لك الحجر ويحوله لك الى فصوص. بعد ما بيبقى فصوص، هنا بقى انت ايه، دي تكملة هواية. بعد ما بيبقى فصوص، الفص الواحد بيعمل فلوس. يعني ممكن الفص بيصل من 100 جنيه ل 200 جنيه. يعني فصوص زي كده، يعني بيتحط في خاتم بيبقى زي كده اهو. ده فص سليماني، ده حجر سليماني. انا عندي هنا حجر سليماني خام اهو. ده حجر سليماني خام. بصوا هو خام عامل ازاي. بصوا هو مصقول ومحطوط في خاتم، شكله عامل ازاي. يعني لازم تكمل الهواية بتاعتك. انما انك اول ما هتلاقي الحجر هتبقى غني بيتباع فين والحق ابيعه، لا. انت ممكن يكون، طبعا انا عارف ومقدر ان اغلب الناس ما عندهاش فكرة وعايزة تخش الهواية من باب ان هو هيغتني. لكن لا، انا دخلت هواية الاحجار من باب ان انا بحب الاحجار. كنت بقعد الم احجار الم احجار، وكنت ما اعرفش عنها اي حاجة، ولا اعرف اساميها ولا اعرف عنها اي حاجة. ولما بدأت اكلم ناس خبراء واروح واتعلم، لما كنت لسه شاب صغير يعني، وكنت انزل حارة الصالحية واقطع الحجارة واعملها فصوص واحولها لفصوص. فالحمد لله رب العالمين بقيت ابحث لحد ما بقيت الاقي احجاره ليها سعر وليها ثمن. انما من اول ما هتلاقي حجر قيمته ضعيفه ب 10 جنيه او 20 جنيه يبقى انت عايز تجري علشان تبيعه. طب والله انا لو لقيت بقى عندي حجاره وبلاقيها في الجبل وبلاقي على الشواطئ حجاره غاليه جدا ومرضاش ابيعها. يعني انا هنا عندي احجار وهنا في احجار وهنا في احجار. لو قعدت اعرض لك احجار للصبح، في حاجات غاليه، لكن
مش ببيعها، بحتفظ بيها لنفسي وبيجي لي عليها عروض. يبقى انت لما تلاقي حجر بسيط، طب كمل هوايتك. اللي انا بطلبه من كل واحد فيكم انه يكمل هوايته. انا عملت لنفسي صفحه في البدايه قبل القناه كمان، يعني عملت لنفسي صفحه على الفيسبوك اسمها احجار كريمه ونادره. اهي الصفحه اهي قدامكم، عليها 16,000 متابع الحمد لله رب العالمين. بدات ب 2-3 متابعين، والحمد لله انا بقت كويسه جدا، وفي ناس بتطلب مني احجار، والعمليه هتمشي معاك كويس جدا وهتبقى كويس. بس حب الاحجار وحب هوايتك وكملها للاخر، اتعلم. وانت بتستفيد منك انت وبتكلمني على الواتساب، ان اسالني اسئله كتير عن الاحجار، اروح فين واعمل ايه، وسيبك من قصه ده له سعر، ده بكام. وشكرا ليكم، وباذن الله باذن الله انا هحاول بقدر الامكان، بس عشان انا كان عندي ظروف، هحاول بقدر الامكان ان انا انزل حاره الصالحيه واخليكم تكملوا هوايتكم من هناك، تتفرجوا على تقطيع الحجر وصقل الحجر، وباذن الله خير. لو الفيديو عجب حضرتك ارجوك ما تنساش اللايك بعد اذنك، لانه ده انا بستفيد منه جدا والقناه بتستفيد منه. لايك واي تعليق انا برد عليه، واي حد بيتواصل معي على الواتساب برد عليه، وبرد عليه باستفاضه، ومش بزهق من حد، ببقى مبسوط جدا. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.